ازيكم؟ طبعا الفيديو ده هو الجزء الثاني من السلسله اللي بتكلم فيها على 6 سنين في كندا من ساعه ما جيت من سنه 2018. فنصيحه، لو انت ما شفتش الجزء الاولاني يا ريت تشوفه عشان احنا هنكمل على طول من بعد الجزء الاولاني. الجزء الاولاني كنت انتهيت فيه عند بعد ما جيت وخلاص وقعدت واستقريت وكل حاجه، واضطريت ان انا انزل مصر عشان قررت ان انا هقعد في كندا. طبعا لو انت مش فاهم ايه اللي حصل، الموضوع ده مفهومه غريب شويه، فلازم تشوف الفيديو الاول عشان تعرف انا كان حصل لي ايه في اول فتره ليا. المهم، في برضو من الحاجات اللي انا نسيت اقولها لكم في الجزء الاولاني في الفيديو الاولاني، وهو لما جيت اخد اجازه من الشغل. طبعا انا جيت اخد اجازه من الشغل كان خلال اول 3 شهور ليا في الشغل، وكان دول اسمهم probation period. probation period دي الفتره اللي هو صاحب العمل بسهوله جدا جدا يقول لك مع السلامه، وانت كمان برضو تقول مع السلامه. مش محتاج ان انت تأدي او تقدم نوتس ان انت مثلا هتمشي فتقعد اسبوعين او 3 او 4 حسب كل شغل من الشغلانات. فانا فاكر وانا داخل لمديري عشان اقول له معلش انا مضطر ان انا انزل مصر لحاجه طارئه، لان انا عندي مشكله ان انا ما بعرفش اقول ان انا من بدري هاخد اجازه يعني. المهم، ف دخل اقول له متوتر بقى، لان المفروض اقول له من زمان بس انا ما كنتش عارف هنزل ولا لا، الحاجات اللي انتوا شفتوها في الفيديو الاولاني. بقول له معلش انا عندي ظروف كذا كذا ومش عارف. قال لي انت بتحكي كتير يعني الاخر، بتحكي ليه؟ عايز تاخد اجازه؟ تاخد اجازه. فقلت ايه ده انا في اول شهور، يبقى انا كده اكيد. بص طبعا الظن السيء بقى. فقلت انا اكيد لما انزل هرجع يقولوا لي خلاص انت مع السلامه، انت مشيت من الشغل. جيت ما حصلش اي حاجه وخلاص، والموضوع عادي. وجايب لهم بقى هدايا وتماثيل واثار، مش اثار يعني، اللي هو الحاجات الذهبيه بتاعتنا بتاعت مصر دي. المهم، نكمل بقى من ساعه الجزء نهايه الجزء الاولاني. بس لو انت ما عملتش لايك لغايه دلوقتي او ما عملتش شير، يعني يا ريت نعمل الحاجه ديت عشان دي بتساعد الفيديو ان هو يوصل لناس كتير. وهسيب لك اللينك بتاع الفيديو الاولاني في الكومنتس، او لو بتتفرج عليا على اليوتيوب هسيبه لك دلوقتي حالا فوق. المهم، جيت واستقريت. الكلام ده بقى كان خلاص بنتكلم في شهر 2 او شهر 3 تقريبا من 2019. دي السنه الثانيه او السنه الاولى يعني، انا مش عارف، لسه في السنه الاولى، كل ده في السنه الاولى. المهم، فقاعد ومش عارف اعمل ايه بقى خلاص. يعني انا خلاص اشتغلت، والحياه في كندا بتتعود هنا شويه على الرتابه والملل يعني، غير الحياه في بلادنا في حماسه، في عندك حاجات بتعملها، عندك مشاريع وعندك افكار بتعملها. هنا انت بتروح تشتغل الصبح، بترجع من الشغل الساعه 5 بس خلاص. هتروح فين يعني؟ انت ما تعرفش حد، ولا ليك صاحب، ولا ليك قريب، ولا ليك اي حد. فالدنيا الى حد ما ايه يعني، ميته بشكل كبير. طب وما كانش فيه طبعا الحكم فروم كندا، ولا القناه اللي بتفرج عليا فيها، ولا اي حاجه يعني. لسه جاي من كندا من 4 شهور يعني، او من 5 شهور. فقررت اعمل ايه؟ قررت ان انا اشغل نفسي بحاجه، وهي طبعا انا كان عندي ولادي، وعندي اللي هم فكره اللي هم بينخرطوا في المجتمع ازاي وكل حاجه. بس مشكورا يعني كانت زوجتي بتساعدني في الموضوع ده جدا. وفي نقطه برضه مهمه جدا للناس اللي هي يعني من خلاصه تجربتي يعني خلال ال6 سنين، وهو ان انت لازم تكون مراتك او يكون جوز، انتوا الاثنين تكونوا متفقين على موضوع الهجره. يعني ما ينفعش انتوا الاثنين واحد فيكم هو اللي عايز يهاجر والتاني مش هيجي. بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان هو على طول في واحد طرف حاسس ان هو مظلوم في الموضوع. انت ايه اللي خلاك تجيبني؟ انت ايه اللي، انا كنت قاعده كويسه في بلدي، انا كان عندي اهلي، انا كان عندي صحابي، انا كان عندي كاريري، انا كان عندي مش عارف ايه. ونفس الكلام الراجل، انت اللي زنتي عليا خليتيني اجي، انا كنت ببني مستقبلي هناك، انا كنت بعمل، انا كنت بسوي، وحاجات زي كده. بتكلم عن الناس اللي هي عندها حياه يعني، مش بتكلم عن الناس اللي هي اوريدي بتبقى هربانه من واقع بالنسبه لهم يعني واقع أليم، فبالنسبه لي مش هيفكر في حاجه زي دي. لكن الغرض من كلامي ان انتوا حاولوا ان انتوا الاثنين تكونوا متفاهمين ومتفقين على موضوع الهجره، لان الموضوع لما زي ما بقول لك بيدخل في صراعات مش بتوصل لحاجه ايجابيه. المهم، فهي كانت مشكوره مسؤوله عن الجزء بتاع الولاد ده، والدنيا ماشيه كويس، توديهم المدرسه وتجيبهم وقايمه بكل الحاجات اللي هي بتاعتنا اللي احنا بنعملها دي. فالجزء ده كان تمام. انا بالنسبه لي انا بقى، انا خلاص جيت واشتغلت هعمل ايه؟ واحد زي الحالات الواحد كده تقريبا في ADHD ولا ايه الله اعلم. فعايز ادرس حاجه، عايز مش حابب ادرس، بس كنت عايز اخد مثلا سيرتيفيكت. كنت عايز، اكتشفت ان انا عايز ابقى مهندس PNG. فبي انج ده هنا عشان تبقى مهندس في كندا محتاج ان انت بالخبره، الناس عندها خبره زي حالاتنا يعني، محتاج ان انت تكون عندك سنه على الاقل خبره في كندا تحت اشراف مهندس محترف اللي هو بروفيشنال انجينير اوريدي يعني. فما كنتش اعرف حد غير ليا صديق في مانيتوبا، وصديقي عمرو اللي انا حكيت لكم عليه في الجزء الاولاني هو برضو كان موجود هنا في كندا في فانكوفر. بس هم مش معايا في الشغل، لازم اكون شغال معاهم بريبورت ليهم يعني. فالمهم كلمت في الشغل بقول لهم يا جماعه انا عايز اعمل كذا كذا ومش عارف ايه. قالوا لي في واحده هناك اهي دي بقالها بتاع 3 سنين بتعمل البي انج.
قلت يا نهار اسود 3 سنين بتاع عشان تبقى مهندسه يعني، وهي خبرتها كويسه قد يعني. فرحت اسالها بقول لها هو البي ان جي ايه نظامه ومش عارف ايه، قالت لي يا انت عايز تعمل بي ان جي؟ ده مشروع موضوع مطول جدا، ما مش سهل يعني وكده. فقلت لها ليه في ايه؟ ما قالت لي مش هتعرف تشرح لي قوي، وما شرحتليش صراحه. كلمت صديقي احمد اللي في مانيتوبا اللي كان معايا في فيديو من فتره، قعد يشرح لي على النظام بتاعهم وحاجات كده. طبعا مختلفين شويه مانيتوبا عن اي جي بي سي، بس المهم عرفت ايه الموضوع وايه الحاجات اللي بتتعمل. الموضوع لقيته معقد صراحه بيني وبينكم، يعني حاجات competencies المهارات تقعد تملاها بطريقه معينه، وفي امتحان ethics ولو وحاجات كده مش ما يعني كنتش متخيل ان انا هعملها. لكن مع ذلك قلت طب خلاص ما تعالى اعمل الموضوع ده، وبدات ان انا اشتغل فيه. الناحيه التانية برضو انا مش مبسوط ان انا ما عنديش صحاب كتير برضو، يعني ما كانش في صحاب تقريبا. يمكن هو كان عندي محمود حموده، هو كان صديقي يعني في الفتره الاولى وما زال يعني حتى الان، بس قصدي الفتره الاولى حموده. صحابنا التانيين بشوفهم على فترات متقطعه وحاجات زي كده، ومش مفيش حاجه. لكن كان في برضو من الحاجات الحلوه جدا المفيده قوي اللي انت تحاول تعملها لما تيجي، كان الكوميونتي المصري كان في وما زال يعني موجود حاجه اسمها الجمعيه المصريه، ودي مكان جميل جدا كده، مش مكان يعني، هم مؤسسه بيعملوا بقى ايفنتس للمصريين وحاجات اللي زي دي. فدي كانت حاجه من الحاجات صراحه اللي كان واحد بيستنى الايفنتس بتاعتهم على قدر الامكان. اي ايفنت يتعمل نروح انا والولاد، بتشوف ناس شبهك، ناس هو اكيد مصريين فشبهك يعني، بس بتشوف ناس وحاجات زي كده. فكنت بحاول ان انا انخرط في حاجه زي دي، بس كان في نفس الوقت برضو ما عنديش صحاب كتير. فحاولت، ده كان جزء من الحاجات اللي شغلاني، ودي بتقابل ناس كتير على فكره من الموجودين. انا بحكي لكم تجربتي مش عشان انا يعني حد فريد، لا، كل الناس بتقابل الموضوع ده. لكن السنه استمرت عادي، املى في الكومبتنسيز بتاعت البي ان جي ديت، واحاول اتعرف على حد، احاول اتعرف على ناس، بس الدنيا ما كانتش ماشيه بشكل كويس. لكن خلينا نقول الموضوع الحياه منتظمه، الولاد بتروح مدارسها. كان رمضان دخل علينا برضو، كان رمضان كان اول رمضان ليا في كندا، كان جميل جدا صراحه. ما كنتش متخيل ان يعني هو طبعا على فكره في فانكوفر هنا المصريين والعرب قليلين بالنسبه لمدن تانية زي مثلا اونتاريو، زي مدن زي مونريال مثلا، او حتت كده تانية كتير. العرب فيها اكتر والمسلمين اكتر والمصريين اكتر. لكن اتبسطت بالناس اللي كانت موجوده هنا، كان ناس كتيره جدا موجودين، وكنت بنروح المسجد على طول في صلوات بتاعه اللي هي غير صلاه الجمعه. كان العادي ان احنا بنروح نصلي الجمعه بس، كده معظم الصلوات تقدر تروح تصليها في المسجد. مش بصلي غير الجمعه بس، بقول لك بروح المسجد صلاه الجمعه بس تصلي عادي الصلاه كمسلم المفروض تصلي. المهم حسيت حاجه حلوه، يعملوا افطارات في المساجد ومش عارف ايه، فكان حاجه جميله. بدات الولاد تحس شويه، لان كان في رهبه كده في الاول، اللي هو احنا هننخرط ازاي في المجتمع ده، ودي كانت مشكله كبيره بتؤرقني وما زالت على فكره. يعني ما اللي يقول لك ان هو خلاص بقى فاهم المجتمع الكندي وبقى منخرط فيه، ده بيبقى مش عارف يعني لازم يراجع نفسه. الدنيا بتظل على طول عندك مشاكل كتير في انخراط الولاد، والمشاكل اللي ممكن تقابلهم وحاجات زي كده. لكن دخلت في المجتمع، بدأنا المساء بقول لك المسجد، الولاد يروحوا بدأوا ياخدوا دروس عربي، لأن هم خلاص بدأوا يبعدوا عن العربي. فسنة 2019 دي عدت كويس، سلمت الكومبتنسيز بتاعتي، كانت غريبة جدا لكن الحمد لله قدرت أسلمها. في شهر 9 دخلت الامتحان بتاع البروفيشنال انجينيرنج بتاع الاثكس واللو، والدنيا ماشيه تمام. المفروض بقى ان انا اخد الشهاده في يعني خلال سنه اكون اخدت الشهاده. يعني انا لو بدات شغلي زي ما انتم عارفين في الفيديو الاولاني في ديسمبر 2018، المفروض ان انا اخدها مش قبل ديسمبر 2019. لكن بعت لهم بقى في شهر 9 او 10، قلت لهم يا جماعه دلوقتي انا بعت لكم الكومبتنسيز بتاعتي من شهر، كنت خلصتها في 6، يعني بدات من 3 ل 6 ومحدش رد عليا، وخلصت الامتحان ونجحت وحاجات زي كده. فقالوا لي لا، اصل انت محتاج ان انت تدخل انترفيو. ليه ادخل انترفيو؟ بصيت في البايلوز بتاعت الانجينيرنج هنا، بتاعت الاي جي بي سي، طلع لو انت واخد سيرتيفيكت يعني بوست جراد ماسترز او دكتوراه انت مش محتاج. فبعت لهم تاني، وقعدنا باك اند فورث كده وما يردوش. قالوا لي لا، هو انترفيو لازم، انت الجامعه بتاعتك جامعه اسكندريه مش معتمده. يا جماعه يهديكوا يرضيكوا ليه؟ بس صراحه اتضايقت يعني. طب ما انتم معترفين ان انا عندي السيرتيفيكت بتاعه الانجينيرنج مقبوله، اشمعنى البي اتش دي؟ لكن خلاص، انت لازم
يعني هي دي قواعد. انت هنا لازم تتعلم حاجه مهمه جدا، هي القواعد يعني لازم تقدر تعمل ابيل وكل حاجه، لكن في الاخر هتلتزم، مش هتتنطط يعني على قواعد يعني. فلكن لقيتهم في شهر ما خلاص بقى بيرتب الميعاد، ويقول لك في الميعاد بتاع الانترفيو ده بيقعدوا يسالوك بقى في الكومبتنسز اللي انت عاملها. ايه انت الست شهور الجايين مش فاضي امتى عشان نعمل، لا انت مش فاضي امتى عشان ما نعملكش الانترفيو. فميعاد براح جدا جدا يعني. لكن لقيتهم في يوم 4 ديسمبر بالظبط، لقيتهم باعتين لي بيقولوا لي خلاص مبروك انت مش محتاج تدخل انترفيو، ومبروك انت بقيت بروفيشنال انجينير. تقريبا يمكن حرفيا ليترلي سنه بالظبط من ساعه ما دخلت كندا في الحته بتاعه الانجينيرنج، وبقيت مهندس وبقيت سعيد، والناس عملوا لي حفله في الشغل اللي انا كنت فيه في الاول. فخلاص الدنيا تمام معايا. البي ان جي بتاعتي مش بعمل بيها حاجه، بمعنى ان انا من هنا البروفيشنال انجينير بيختم على لوحات وبيعمل حاجات. انا بعمل حاجات من الحاجات اللي الانجينير بيعملها، لكن مش بستخدمها. انا مش بختم. انا مثلا شغال كونستراكشن بروجكت مانجمنت في مجال الكوست استيميتنج والحاجات زي كده، فمش بستخدمها. لكن الريزنينج والحاجات دي طبعا كحاجات مهندس بتبقى عارفها وشغال. ان انا حاطط يعني مش عامل ان انا مش نون وركينج، انا شغال وركينج عادي، مفيش مشكله. والحمد لله خلصت. فبعد ما خلصت البروفيشنال انجينير ده، حسيت بقى بالفراغ. انا كان بقالي من شهر 3 لشهر 11 او 12 بقى في حاجات بقى، وعمال اعمل واتنطط ومذاكره وحاجات زي كده. لقيت نفسي فجاه خلاص ده الدنيا هدت خالص. طب انا هعمل ايه يا جماعه يعني؟ انا هقعد كده ساكت البيت هرجع تاني بقى للي انا قبل ما اتعمل بي ان جي في اول السنه. فلقيت نفسي طب ما انا ممكن موضوع اليوتيوب ده. وما كانش موضوع اليوتيوب مفتوح لغرض يعني، انا ما اعرفش ده الكلام ده في 2019. انا ما اعرفش كان فيه الغرض ده ولا لا، بس ما كانش للماده بقى والربح وحاجات زي كده. واتمنى والله كان يبقى للربح، بس هو يعني انا ما كنتش عامله يعني للربح، كنت عامله مجرد توثيق حياه الواحد في كندا بس. بنعمل ايه، بنجيب اكل منين، مساعده الناس اللي جايه جديد برضو بالكلام يعني. انا برضو الواحد اكتشف ان هو ما عندوش طاقه للنقاش كتير يعني. مش ان انا يعني ما بتحورش، قصدي يعني انا عايز اقول لك انا ممكن تعمل حاجه ازاي، بس الاسئله الكتير ليا انا ما يعني الاول كنت متحمس لها وسعيد، والناس بتسالني ويا ده عارفين حكم من كندا، مش عارف كان اسمها يوميات مصري من كندا ولا ايه اول الصفحه. الكلام ده اعتقد في 11 قبل البي ان جي على طول ماخده، بس فعليا بدات من اول بعد ما اخدت البي ان جي يعني. ف يعني كنت يعني عندي استعداد اتكلم مع الناس، بس بعد فتره لقيت نفسي مش قادر بقى خلاص. يعني لقيت ناس الاول كان بيجي لي رسالتين 3، كنت بص حاسس ان انا ايه، احمد عز في نفسه، مش الشكل يعني، الاحساس ان انت مشهور بقى والناس عارفاك وحاجات زي كده. بعد كده ما بقتش قادر ان انا ارد على الناس، لانك بيجي لك 10 20 30 40 50 60 رساله. طب انت لو بترد على كل رساله كل ساعه تاخد لها دقيقتين 3، هتقعد لك ساعتين 3 في يومك تقعد ترد على رسائل، وانت ما عندكش الوقت ده لان انت بتشتغل فول تايم في مكان. المهم في 2019 اقدر اقول من الحاجات اللي هي يعني من اخر السنوات اللي انا عملت فيها حاجات يعني اضافه لنفسي، ما بين دكتوراه، ما بين وصول لكندا، ما بين مش عارف ايه. والله مش قوي، بس يعني عملت حاجات بعديها، بس قصدي يعني يعني حاجه دوكيومنتد يعني اعتقد هي دي. في الشغل بدات اتطور كويس، لان انا في الشغل مش عارف ما قلتلكوش يعني في الاول الفيديو، والفيديو ده لسه انا هحكي لكم برضو بعد 6 سنين في كندا يعني، انا بحكي لكم التجربه كلها. أم مش عارف الوقت بقى عدى ولا ايه. انا المفروض اروح ابص على الوقت دلوقتي وارجع. خليني ابص على الوقت عشان انا خايف، بس انا مش عارف الفيديو بقى له قد ايه. ثانيه واحده. احنا بقى لنا 14 دقيقه، فيعني المره اللي فاتت كان 29. انا كنت عايز احكي حياتي كلها يعني. اللي هو هدف الفيديو كان ايه؟ بس هدف الفيديو ان انت خلاصه خبره الست سنين في كندا اللي حصل. فهو انا دلوقتي بحكي على حياتي اكتر يعني، خلينا اخلص بسرعه. فخلال الفترة الأولى لما اشتغلت، أنا بعد شهرين 3 لما جيت من مصر بقيت بقول هم أصلا شغلوني إزاي؟ لأن أنا لما اشتغلت في أول شركة اشتغلت بالمرتب اللي أنا عايزه، بالوظيفة كويسة اللي أنا كنت عايزها، بس ما يعني طبيعة الشغل مختلفة عننا. أنا يمكن لا ده حكيتها في الفيديو اللي فات، ببص عليها في الفيديو اللي فات إيه التفاصيل. المهم عدت 2019، نقدر نقول عليها سنة كويسة، اشتغلت والدنيا ماشية تمام. 2020 بدأ كويسة برضو. يمكن اخر 2019 بدأ جالنا كوفيد. انا فاكر ان بس احنا كناش نعرف انه كوفيد، احنا عرفنا بعد ما الكوفيد بقى ظهر. دخلنا بقى في 2020 كانت اغلبها وثلاث ارباعها ماشيه بقى في مجال الكوفيد بقى. فكانت سنه غريبه كده، الناس كلها قاعده في بيوتها
يعني انا ما لحقتش استمتع بالبلد قوي صراحه، لان انا وقت البي انج ده كنت مركز قوي في البي انج. لكن 2020 الحاجه المميزه اللي فيها، يعني لو 2018 بالنسبه لي المميز ان انا جيت كندا ولقيت شغل في حاجه اول شهرين ثلاثه ليا، فدي كانت حاجه. ال 2019 ان انا خدت البي انج، دي كانت حاجه كويسه. 2020 مش مميز الكوفيد، بس يعني كان الكوفيد، وكان اللي بدأ في الكوفيد بقى كان ايه؟ كان بدأ ان احنا كنت خلاص اتعرفت خلال 2019 على 3 4 اسر كده، وخلاص بقى هم دول مقربين مني يعني، الرجاله يعني، وبدأنا نتقابل وحاجات زي كده. في وقت الكوفيد بالظبط انا فاكر في الشغل يوم 17/3، انا عمري ما انسى الكلام ده، لان انا حسيت ان انا كندي اكتر من الكنديين ساعتها. قلت لمديري انا I'm not feeling comfortable ان انا اجي الشغل كل يوم، وفي ظل الظروف بقى اللي انت بتسمعها عن الكوفيد ده. يعني انت هنا البانيك، الناس كانت بانيك بشكل كبير جدا، وهستيريا بقى، وكل واحد يقول لك الموضوع كونتيجيوس ولا مش كونتيجيوس، ما انا مش فاهم في ايه الموضوع، بس كنت قلقان يعني. فقلت له مش قادر اجي ومش عارف ايه وكده. فقال لي خلاص ممكن تشتغل من البيت. يعني الصبح قلت له الكلام ده، لقيته اخر يوم قال لي ممكن تشتغل من البيت، واخدت الشاشات بتاعتي، السكرينز وكل الكمبيوتر وكل حاجه. لقيت في نفس اليوم الشركه بعت ايميل لكل الناس، مش بترفدهم ولا حاجه، بس بعت ايميل لكل الناس بانه بس قبل ما اقول بايه، ان انت لو ما عملتش لايك لغايه دلوقتي راجع نفسك، لازم يا ريت تعمل لايك او شير للحته دي لغايه دلوقتي، يبقى زي الفل. فبقول لحضراتكم فبعتوا الميل ان كل الناس تروح تشتغل من البيت. وبالفعل فضلنا شغالين من البيت من 17/3 انا فاكر لغايه تقريبا يمكن 15/8 16 حاجه نص 8، اول نص 8 على طول. فدي بدأنا بقى، رجعنا البيت، وكانت الحياه بقى في البيت حاجه مختلفه. رحت جبت مكتب وقعدت، والدنيا استقرت شغاله في البيت، ما بين مبسوطين ان انا قاعدين مع اولادي، وفرحه البدايات دي ان هو هنا على فكره كندا ما كانتش، ما اعرفش مصر كنا بنعمل ايه بالظبط، بس يعني هنا literally ما كانش حد ينفع يعني يتقابل مع حد، كل شويه يزودوا الريستريكشنز. ما ينفعش تخرج، ما ينفعش تيجي، ما ينفعش مش عارف ايه، ما ينفعش جروب اكتر من 20، بعد كده ما فيش اكتر من 10، بعد كده ممكن 10 بس يكونوا من نفس الهاوس هولد، ساكنين في نفس البيت، مش عارف صحاب مقربين، حاجات كده غريبه كانت كل شويه يعملوها. فكانت حاله موتره، وتحس ان انت بقى بتسمع عن ناس بتموت وناس بتعمل. فطبعا وربنا يرحم يعني، طبعا ناس كتير فقدت احباب ليها في وقت الكوفيد. لكن مش الشاهد يعني، الحاجات اللي كنا بنعملها بقى كاصحاب. اتقابلنا انا فاكر مره مجموعه من صحابنا اللي كنا 3 4 كده. يعني هو للاسف منهم دلوقتي مين موجودين هنا؟ يعني اعتقد موجود منهم دلوقتي 3 اللي هم بدأوا الموضوع، وفي حد منهم يعني غالبا برضو مسافر يعني، فربنا يوفقه يا رب. فبدأنا ونتقابل في مكان كده في حتة بعيدة، وبعدين اتقابلنا في الجنينة اللي جنب البيت عندي. طبعا أكيد كلكم بتشوفوا الجنينة اللي بنزلها في الفيديوهات على طول دي، اللي هي الريفر فرونت. وناس كتيرة من الناس اللي جت كندا بعدين أو جت فانكوفر بتقول لي احنا كنا متابعينك من أيام الجنينة دي وعارفينك وكل حاجة من الحاجات دي. فبدأنا نتقابل هناك 3 4، أنا فاكر في شهر 4 أو نص 4 حاجة زي كده، 4 5 كنا نتقابل مع بعض، بعدين بقوا 5 6 7 8، وكل شويه واحد يجيب حاجه. بقينا هي البارك مش وسط بيوت لوحدها بعيده كده، فوصلنا ان احنا بقى 10 20 40 مش 40 يعني 30 فرد كده بنتقابل بقى، مش كل اسبوع. احنا اصلا في الكوفيد ما وراناش حاجه، ما حدش وراه حاجه، ما فيش حاجه اتعمل يعني. فبقينا نتقابل مثلا مرتين في الاسبوع، 3 في الاسبوع، بعد كده بنتقابل كل تقريبا 3 4 مرات في الاسبوع. فبدانا ننشا علاقه كويسه، الناس بقت مترابطه بشكل كبير. وهنا بقول لك انت مفيش حاجه تعملها يعني، الدنيا فاضيه خالص. بدانا نتعرف على ناس واحده واحده بقى، الدنيا مشت. بدانا يعني يمكن دي اكتر حاجه بدايه تعرفي على الناس في سنه 2020 دي. الولاد في المدارس ما خلاص، كان التعليم كله كان اونلاين. انا فاكر في 2020 ما فيش حد بيعمل حاجه، والامور مستقره، عدت الحكايه. يعني ده في سنة 2020 2021 22 23 24. بعد كده بقى السنة الحياة كلها بتجري يعني، فاهم؟ الحاجات العادية بقى اللي بتبقى في كل بيت بقى، مشاكل، حد مش عاجبه اللي احنا لينا بعد فترة، بعد 2 3 بقى القرار ده كان صح ولا غلط؟ طب احنا يا ريتنا ما جيناش، يا ريتنا كنا جينا. ما حاجات بقى كتير من الحاجات اللي هي بتمر بأي ناس، من حد من الناس يعني. طب نشتري بيت، لا مش هنقدر نشتري بيت. طب نعمل، طب الأسعار ارتفاع، حاجات كتيرة بتعدي عليك وانت بره. بس يمكن من الحاجات، وطبعا مشكلة 20 21 تقريبا نزولنا لمصر كان صعب شوية. اعتقد نزلنا في 21 بس 2020 ما قدرناش ننزل.
19 نزل، احنا بننزل كل سنه تقريبا، بس يعني هي في سنه بس ما نزلناش. فكانت حته النزول برضو بتساعدك شويه على ان انت تحس ان انت عندك متنفس شويه، يعني مش عشان انت منعزل عن المجتمع بتاعك الكندي، لكن يعني فكره ان انت تنزل مصر دي بتبقى حاجه كويسه. بس فعدت الوقت ده كله، يعني اقدر اقول لكم كده لغايه وصولا لغايه النهارده اقدر اقول لكم ملخص. طبعا غيرت شغلانات كتير، كلها الحمد لله كانت بتبقى بشكل ايجابي، بترقى من حته لحته، بنقل من حاجه لحاجه مش عارف ايه، فدي كانت حاجه كويسه. فاقدر اقول لك يعني ملخص التجربه بتاعتي. اتمنى ان انت تكون وصلت لغايه دلوقتي، ولو وصلت ما تنساش تعمل لايك وشير. ملخص التجربه بتاعتي هو انا لسه عايش الحمد لله، ربنا يدينا الصحه يعني، ولسه مش ناوي امشي دلوقتي او امشي اصلا يعني. فبس ملخص حتى الان بعد 6 سنين ان كندا هتديلك على قد ما انت بتشتغل، وفي نفس الوقت ممكن ما تديلكش حاجه على قد ما انت بتشتغل. يعني مش عارف، من الحاجات الغريبة، يعني أنا كنت بفتكر إن أنت لو اجتهدت في كندا هتلاقي فرص وهتعمل ومش عارف إيه. قدرا معايا كانت ماشية الموضوع تمام، بس بشوف ناس بتعمل زيي وأكتر مش بيحصل معاهم نفس الحاجة. فتوفيق ربنا طبعا فوق كل شيء، ما فيش كلام. لكن بدأت أحس شوية كده، على طول الواحد كان عنده حتة مادية كده شوية، وهي فكرة إن أنا لو اشتغلت طبعا باخد بالاسباب، بعمل اللي عليا، ما فيش حد بينجح في حاجه غير وهو بيعمل اللي عليه. لكن كنت على طول متخيل ان انت لو عملت اذا عارف، اذا من زرع وجد، من جد وجد، ومن زرع حصد. كنت فاكر هتبني في نفسك هتلاقي شغل. لا، الموضوع شويه بقى ريسكي شويه، وخصوصا الفتره الاخيره كندا بقى الوضع فيها صعب شويتين ثلاثه. مش الفتره الاخيره، مش اشهر، ده سنه سنتين، بقى لنا سنتين تقريبا بعد الكوفيد تحديدا. الوضع بقى يعني صعب، بيروح بشكل اصعب للمرحله خطر. لكن هم دلوقتي بداوا يحاولوا يلموا الدنيا شويه، فنامل ان الموضوع يتحسن. لكن لو من ضمن حاجات الملخصات يعني مهمه في حياتي في كندا هنا، الحياه الاجتماعيه مهمه جدا، ان انت يكون عندك اصحاب ويكون عندك معارف ويكون عندك حاجات. برضو من الحاجات اللي اتعملت في 2022 فكره الكوميونتي، ان احنا بدانا بقى ان احنا ككوميونتي مصري. طبعا قلت لكم على الجمعيه المصريه، وفي كان جهات كتيره كانت بتعمل حاجات، بس حسيت ان طب ما انا عايز نعمل تقابل اكتر، عايز نعمل حاجات اكتر، عايز نعمل كل حاجه كل اسبوع. انا بقول لك يعني احنا بنتقابل كل اسبوع او كل فتره بسيطه. فبدانا عملنا حاجه Association of Egyptians in Vancouver، بدانا بنعمل ايفنتس، وناس كتيره بتيجي، يجي لك مثلا في الايفنت مثلا 150 200 واحد في الايفنت، وناس واكتر ومش عارف ايه. نعمل رحلات، بدانا نعمل الكوميونتي المصري. يعني انا فاكر من اول ما بدانا، اول ايفنت خالص عملناه كان في 2022، كان لسه الكوفيد برضو في اواخره، وعملنا ايفنت افطار في رمضان. انا ما كنتش متخيل خالص ان حد هيجي صراحه. يعني الكلام ده كان في رمضان، كان في اواخر، في العشر الاخوار في رمضان. فعملنا ايفنت، حجزت قاعه. القاعه كانت بتسع 140، بس عشان الكوفيد كانوا عاملين لها ليميتيشن 90. فبس يعني كان ممكن اوصل ل 120 مثلا ولا حاجه، كان مسموح يعني. فحجزت القاعه، ولان انا عارف ان محدش هيجي، فقلت لاصحابي اللي هم كانوا اصلا يعني حبه حلوين يعني عشان اللي اتحجزوا. فمثلا نقول نص العدد، مثلا اللي هو نص ال90 مثلا 40 ولا حاجه، كانوا حاجزين اوريدي. فلما فتحنا الحجز لقينا ال90 خلصوا مثلا في خلال، اللي هو باقي ال90 اللي هو الليميت، انت بتحط ليميت في الحجز، خلصوا خلال مثلا 10 دقايق مثلا. ففتحت الليميت كله اللي هو 120 130، خلصوا خلال ربع ساعه. فانا قلت ايه ده، طب ده الناس بتيجي اهو. وبدانا بعدها طبعا بعد رمضان عملنا فطار عيد، وعملنا مش عارف عيد صغير وعيد كبير، وبدانا نعمل ايفنتس كل شهر. فالناس يعني اقبال ما شاء الله حلو جدا جدا. وعملنا بقى حاجات كتير بقول لكم يعني، بوتلاكس مثلا، ناس تجيب اكل معاها، نجيب احنا اكل، نعمل فول وفلافل، نعمل اكل مصري، نعمل رنجه. لا، رنجه دي كانت مع الاصحاب المقربين اكتر، في قبل ما نعمل اوسم ايجيبشنز. اصلا اوسم ايجيبشنز دي اللي هم يعني الناس الرائعين، بس اسمها الرسمي اسوسيشن يعني. كانت حاجات لطيفه. وعملنا رحلات، عملنا رحلتين، بنروح مكان بعيد كده في وقت الثلج اسمه ويسلر، في وقت يعني في شهر 12 في اجازات الهوليديز هنا. والناس بتيجي كتير. اول مره عملنا يعني برضو ما كنتش مصدق ان الناس هتطلع رحله، ما كانتش حاجه يعني ايه ان انت تقول لناس تعالوا نطلع رحله مع بعض، ليه هيطلع رحله. فعملت اول مره عملت اتوبيس السنه اللي فاتت، مش السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها.
فلقيت الاتوبيس اتحجز كده في ثواني، ليترالي برضو في ثواني جدا. الاتوبيس بيبقى فيه كام 52 ولا حاجه 8 حاجه كده تقريبا 60 58 تقريبا حاجه كده. فلقيت اتوبيس، فتحت اتوبيس تاني لقيت الاتوبيس تاني اتملى. طب ما حلو اهو. بس وقفت عند اتوبيسين السنه اللي قبل اللي فاتت. السنه اللي فاتت لقينا نفسنا دخلنا في 3 اتوبيسات. السنه دي ان شاء الله مش عارف هنعملها ولا لا، بس يعني ان شاء الله برضو نعملها. فالكوميونتي موجود. فمن الحاجات النصايح اللي اقدر اقول لك عليها، حاول تنخرط في الكوميونتي، حاول ولادك يتعرفوا على حد. ومش لازم في الكوميونتي ان انت تبقى رايح تعرف الكوميونتي، ما انتش رايح تتزعم من الكوميونتي، انت تتعرف على ناس شبهك. ودي من الحاجات المهمه جدا، ان انت تحاول تشوف ناس شبهك. يعني انا مثلا لما كنت بحضر ايفنتس في الاول مع الجمعيه، ناس رائعه كتير، بس في ناس اكتر شبهي، سن الولاد بتاعهم، مستوى، شكل، مش عارف ايه، تفاصيل، تفكير، مش وانت بتعرف الكلام ده من كتر الحضور. فانت بقى رحت ايفنتس كتير، فبدات اعرف ناس معينين بقى هم دول اكتر صحابي. ونفس الكلام في اوسم ايجيبشنز برضو، ناس كتير بتيجي بتتعرف على ناس وتبقى تكون صداقات. وده الهدف من التجمعات دي. في تجمعات كتير وفي كوميونيتيز كتيره برضو من الكوميونيتيز عامله حاجات. يعني الكوميونتي اليمني مثلا هنا من الكوميونيتيز الرائعين، الناس اللي بحبهم جدا اصلا. يعني ان شاء الله هم عاملين ايفنت قريب، ان شاء الله احضره يعني. يعني المهم، فقصدي حاول تنخرط مع المجتمع. المسجد والحاجات، المسجد او الكنيسه او المكان اللي انت ملتزم بيه، يعني حاول تنتظم عليه. ودي ولادك على طول. يعني انا من الحاجات الحلوه جدا هنا في رمضان، هو انا الحمد لله طول السنه الولاد بيروحوا درس عربي. يعني هم في مدارس اصلا مدارس اسلاميه، بس بيروحوا عربي برضه. فدي حاجه من الحاجات الحلوه. حاول تحافظ على القيم واللغه بتاعت الولاد على قد ما تقدر. في رمضان طبعا بتبقى وقت جميل جدا. الناس كل يوم صلاه في المسجد، في التراويح، وبنحاول التهجد برضه، بس ساعات بيبقى عندهم مدارس حسب. فيعني وبالذات الكوفيد اول سنه ده كان الناس كانت، لا تاني سنه كان الكوفيد برضه كانت ناس، كانت الدنيا كانت لطيفه برضه، كنا بنروح نصلي في المسجد وكانت الدنيا لطيفه. بس فحاجات كتير كده بتعدي عليك، بس حاجات كتير بتخليك بقى تبدا تتساءل تساؤلات. بقى التساؤلات دي انا حاسس ان الوقت فعلا كتر. يعني ما اعرفش احنا بقالنا قد ايه، بس انا حاسس انه كتير. وانا المفروض برضو اتوكل على الله، يعني الحق عشان هتقابل كمان شويه مع اصحابنا في البارك في الريفر فرونت، جايبين كشري هم النهارده. جروب، وده جروب برضو من الجروبات اللي هي زي ما بقول لكم بدات ان احنا بنتقابل في الجنينه بشكل مبسط. بدانا نبقى جروب كبير خالص، بعدين الجروب الكبير خالص ده نقعد نفككه جروب اصغر واصغر، وبعد كده يكبر تاني، وبعد كده الناس ما تجيش في النقاب. يعني قاعدين مش فراغ والله، الواحد وراه حاجات كتير، بس يعني ساعات كده بتبقى حته الكوميونتي دي مهمه يعني. بس ما لازم اعتقد هوقف الفيديو دلوقتي. بس في الجزء الاخير بقى، هو يعني خلاصه الخلاصه ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ولو عجبكم، ولو ما عجبكوش يعني بتعمل لايك ولاف كده. لايك لو ما عجبكش، لاف لو عجبك. بهزر. اتمنى يعجبكم. لو حد عنده اي نصايح، اي حاجه يحب يقولها لي، الناس اللي هي بقالها كتير هنا في كندا. يعني انا في حد كتب لي انا بقالي 28 سنه في كندا، انت بتقول كلام ضرر. فانا عايز اشكره، ما اعرفش هو بيهزر بيتكلم جد والله، بس يعني 6 سنين بتوعي يعني حاسس عملت حاجات كتير فيهم. يعني اقدر اقول لك عملت حاجات كتير اكتر من حاجات كتير الناس بتعملها. في حاجات السن طبعا، يعني ما لحقتش الولاد يكبروا ويدخلوا كليات يتجوزوا يعملوا 28 سنه ده ولا حاجه اكيد. بس عملت حاجات اعتقد، جيت استقريت، الدنيا هدت شويه، خدت حاجات، اشتغلت، ترقيت في شغلي بشكل كويس، عملت كوميونيتي كان كويس من وجهة نظري واتطور بشكل كبير. عندي صحاب، عندي حاجات، يعني عملت حاجات كويسة ما اقدرش اقول عليها بطالة. لكن طبعا حد عنده اي اسئله او حاجه يا ريت تسيبها لنا في الكومنتس. وبجد مبسوط جدا ان انا بشير معاكم الموضوع ده. وانا كنتش هعمل الفيديو التاني ده صراحه، ولا حتى الاولاني، بس لما شفت رد الفعل الاولاني ان شاء الله اتمنى ده برضو يكون كويس وحلو وبس. واشوفكم على خير كده. خلوا بالكم على نفسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم حكم من كندا.